لو نفسك تعملي فرخه مشويه ويطلع لونها بالجمال اللي انت شايفاه ده، تعالي بقى اقول لك نعملها ازاي. تعالي كمان اوريكي الفرخه بتاعتنا من جوه قد ايه دايبه ومستويه، واللحم بتاعها ابيض كده زي ما احنا شايفين، وبجد بقى شاربه من التتبيله وطعمها في حته تانية خالص. تعالي اقول لك بقى عملناها ازاي. جبت الاول كده بصلتين وبشرتهم بشر ناعم، حطيت عليهم ملح وفلفل، وهقعد بقى اقلب في البصل بتاعي كده مع الملح والفلفل كويس جدا لحد ما البصل يبدا ينزل الميه بتاعته. بعد كده هرجع اضيف عليهم نص معلقه صغيره من القرفه. هقلب المكونات مع بعض كويس جدا، وعايزه اقول لكم القرفه بتدي ريحه وطعم حلو جدا للفراخ. قلبتهم كده وهسيبهم دلوقتي على جنب. جبت الفرخه بتاعتي اللي انا غسلاها كويس جدا مصفياها كمان من الميه. انا عندي الفرخه هنا كان وزنها كبير شويه. هبدا كده اقلب بقى التتبيله مع الفرخه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهدخل كده البصل من تحت الجلد، وهقلب بقى البصل مع الفرخه كويس جدا بالشكل ده. انا هنا عامله فتحات في الفرخه علشان اضمن ان التتبيله دي والتتبيله التانية اللي احنا لسه هنعملها مع بعض هتدخل كده جوه اللحم، واللحم يشرب منها ويطلع كده مستوي وطري وطعمه حلو. شايفين؟ هاخد من البصل كده وابدا احط تحت الجلد بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عايزه اقول لك بقى وانت بتاكلي البصل ده بيبقى طعمه في حته تانية خالص. ممكن تاخدي من البصل ده وتغمسيه كده بالعيش مع الطحينه. ممكن كمان تاخدي من البصل ده وتحطيه كده على الرز. طعمه يا جماعه حلو جدا. قلبتها كويس جدا وسبتها على جنب، وجبت الخضار بتاعي. عندي بصل وعندي توم وعندي كمان طماطم وفلفل اخضر. هاخدهم بقى اضربهم في الخلاط بالشكل ده. وبعد ما هضربهم في الخلاط كويس هنزل كده بيهم في طبق. هضيف عليهم ملح، فلفل اسود، كمان بابريكا. عندي بهارات فراخ، وعندي حوالي معلقتين كبار من الصويا صوص، 3 معالق كبار من الكاتشب، والمكون بقى اللي هيودي طعم الفراخ ولونها في حتة تانية هو معلقتين او 3 معالق كبار من الباربيكيو. بجد يا جماعة خطير حلو جدا. عندي بقى معلقتين كبار من الخل. عندي كمان عصير ليمونه. ممكن في المرحله دي تضيفوا كمان معلقه صغيره مليانه من بهارات المشاوي، بتفرق جدا في الطعم. قلبتهم بقى مع بعض كويس جدا، وبص بقى لونهم بقى عامل ازاي، بجد خطير. هناخد بقى الفرخه بتاعتنا بعد ما قعدت في التتبيله الاولى بتاعت البصل، وننزل كده بيها في الطبق، ونبدا بقى نقلبها في التتبيله دي كمان مش اقل من 5 دقايق كده تقليب مستمر. شايفين انا بدلك كده الفرخه بتاعتي مع التتبيله، وزي ما قلت لكم انا عامله فيها فتحات صغيره علشان اضمن ان التتبيله دي والتتبيله التانية تدخل كده جوه الفرخه، والفرخه تشرب منهم ويبقى طعمها حلو جدا. بصوا بقى هحط هنا من التتبيله تحت الجلد كده، وهتبل الفرخه بتاعتي كويس جدا. وبعد كده هضيف عليها حوالي 3 معالق كبار من الزيت او ربع كوبايه من الزيت. بعد كده هاخد بقى الفرخه بتاعتي دي واغطيها كويس جدا واسيبها في التلاجة من بالليل للصبح، علشان اضمن ان التتبيله زي ما قلت لكم تدخل جواها ويبقى طعمها حلو. هنا بقى تاني يوم جبت الصينيه بتاعتي، حطيت فيها قرنفل وحطيت حبهان وورق لورا، ولو في كمان عندكم عود قرفه ضيفوه بيدي طعم حلو جدا. حطيت كده كمان تلت الصينيه كده ميه مغليه، وجبت الشبكه وحطيت عليها الفرخه. غطيت كده رجل الفرخه بتاعتي بورق فويل علشان ما تتحرقش وهي جوه الفرن. هنا خلاص كنت دخلت بقى الفرخه بتاعتي على الفرن اللي انا مشغلاه على درجه حراره 200. نزلت كده الشبكه بتاعت الفرن على الرف الاول من تحت خالص، وسبت بقى الصينيه بتاعتي حوالي ساعه ونص في الفرن، لان زي ما قلت لكم وزنها كان كبير، فقعدت ساعه ونص. ممكن كمان تاخد معاكم اكتر من كده لو نفس الحجم اللي انتوا هتعملوه ده، لكن لو اصغر شويه الفراخ بتاعتكم مش هتقعد الوقت ده كله، ممكن ساعه وربع وتطلع وتستوي وتبقى جميله. بصوا هنا بقى يا جماعه طلعت بقت في منتهى الجمال. تعالوا كده بقى نسمي الله ونشوفها من جوه. بصوا عايزه اقول لكم بجد دايبه ومستويه وطعمها خطير، ولا ريحه البيت بقى بجد كان حلو جدا. جربوها وما تنسوش بقى تقولي لي رايكم فيها ايه. ما تنسوش كمان تعملوا للفيديو لايك وشير لو الفيديو عجبكم.